معنا الكابتن سيد دبور المدير الفني لنادي طلخه، النهارده بنقول له مبروك على اغلى 3 نقاط. تقول ايه يا كابتن سيد؟ اقول الحمد لله واشكر اللعيبه الرجاله واشكر ان الجهاز الفني اللي معانا ناس على اعلى مستوى، لعيبه رجاله على اعلى مستوى. زي ما حضرتك شفت واتفرجت النهارده، عندي فرقه ممتازه، دي مش مكانتها الفرقه، على الاقل تلعب ممتاز به زي ما حضرتك شفت. وطلعت المباراه وان سايد جيم كلها اتجاه واحد. عندي حارس مرمى يلعب دوري ممتاز، عندي 2 مساكين دوري ممتاز، عندي الطرفين هايلين. انا بشكرهم كلهم، ولو الوقت يسعفني كنت شكرتهم بالاسم كلهم، واشكر كل اولادي الصغيرين اللي حضرتك شايفهم دول كلهم. انا شايف يا كابتن سيد انت حاجه موسوعه كبيره في مدينه طلخه وموسوعه كبيره في صعود الناشئين وحاجه كبيره جدا. النهارده تقول ايه؟ اقول ده كله من فضل ربنا، فضل الرجاله اللي معايا كلها، وفضل الكابتن ايهاب رزق اللي معايا اللي بيساعدني، اللي يساعد الايمن بتاعي في كل تحركاتي. ولو في انصاف شويه، عندي ناس تلعب دوري ممتاز من القطاع كله، الحمد لله متصدر الدوري في كل المراحل، من 97 98 99 2000 2001. كل فرق طلخه السنه دي بتضرب مثل في الاجتهاد بفضلهم كلهم. وزي ما انت شايف كل البراعم الصغيره دي اقل واحد فيهم يلعب دوري ممتاز في احسن نادي. انا بشكرهم نيابه عنك وعن قناتكم وقناه الحدث اليوم النهارده اللي شرفتنا، واللي نزلت معانا لارض الواقع وشاهدت وصورت وشافت، وعلى الطبيعه ما بتعملهاش. شفنا لعيبه عندها خبره كبيره تلعب في اكتر من دوريات. والله انا بشكر القناه وكل القائمين عليها انها قدرت وغطت الملاعب واكتشفت لنا النجوم اللي ما حدش يقدر يدور عليها الا ناس مجتهدين زي حضرتك. انا بشكركم نيابه عن نادي طلخه وعن محافظه الدقهليه كلها. احنا النهارده انت شايف خارج يعني فريق طلخه، انت شايفين كلام كبير جدا حول اسوار كتيره، والنهارده بننفرد بالخبر ده ان انت كنت انت اقرب لتولي نادي المنصوره. انت شايف ايه السنه دي؟ شوف، اللي ماسكين نادي المنصوره كلهم اساتذتي، وكلهم انا اتعلمت على قدهم واحد واحد، يعني ما يسعش المجال كمان اذكره. انا الموضوع ده انا ما بفكرش اسيب طلخه مدى الحياه، لان ده بيتي وده اهلي. انا مرتبط بالاولاد كلهم، عشق بيني وبينهم. انا حتى مع احترامي لكل الدنيا لو جالي حتى خارج البلاد، انا ما اقدرش افارق هذا المكان اللي اتربيت فيه وتعلمت فيه وبخطأ فيه واتعلم فيه. كل الاولاد دول انا اتعلمت منهم قبل الكبار. تقول ايه رساله لمدينه المنصوره، وتقول ايه لنادي المنصوره السنه دي في الموسم الصعب؟ بقول للسيد المحافظ رفقا بنا وبنادي طلخه، ويجي يبص يشوف المبنى الاجتماعي اللي كلف النهارده حوالي 12 مليون ما فيش فيه كرسي. يعني لو السيد المحافظ عمال بس يجري على نادي المنصوره، في نادي طلخه اللي هي واجهه البلد، واجهه البلد بمعنى كلمه واجهه البلد. 8 مليون في ايام الرخص كلف المبنى اللي حضرتك لو بصيت عليه ولفيت عليه الكاميرا كلفنا 8 مليون ما فيش فيه كرسي. لو السيد المحافظ جالنا زياره بس رفقا بينا وبنادي طلخه وبمدينه طلخه اللي فيها اكتر من 2 مليون نسمه، ملهاش يعني نظره من السيد المحافظ. يبص ما عندناش كراسي زي ما حضرتك شايف، يعني احنا بنوفر الكراسي بالجهود الذاتيه.